سألتكم ايه اغرب سبب سمعتوه لعريس او عروسة سابوا فرحهم ومشيوا يوم الفرح؟ ودي كانت اغرب الاجابات اللي سمعتها. ابو سعيد بيقول السبب مسك ايديها قالت له لا، قال لها هاتي القبلة قالت له لا، قال لها تعالي نرقص قالت له لا، قال لها طب وانا متجوز اختي السلام عليكم. طب ما انت مستعجل يا ريس، خلاص الست مكسوفه ويمكن مش طايقاك، محدش عارف الصراحه يعني انت مستعجل، طب يعني استنى شويه. الناس نفسها بقى قصير قوي، يعني فعلا الجوازات اصلا ما بقتش تعمر كتير. ده انت نفسك حتى مش صابر تدخل الجوازه، ده انت نفسك مش واصل لغايه البيت، هتكمل ازاي؟ لا يا جدعان خليكوا حلوين كده، الجواز عايز نفس طويله ومهاترات، ما ينفعش من الاول كده. شدوا حيلكم. محمود طه بيقول من يجي 15 سنه في قريه تبع مدينه المنصوره اسمها ديم الشلت، عسكري الفرح بيقول للعروسه تغني للعريس ايه؟ تقريبا عسكري الفرح ده اللي زي في الافلام اللي هو النبطشي، اللي هو بيلم النقطه وبيقول الاسماء والكلام ده في الافراح الشعبيه. هو سالها بقى العروسه عايزه تغني ايه للعريس، راحت قالت له بحبك يا حمار. مسك منها المايك وطلقها على العلن. طب ما ده سوء تقدير يا حبيبتي، ده سوء تقدير، ده نفس الغباء بتاعت اغنيه مسيطره اللي بتشغل في فرح اغنيه مسيطره همشيه بمسطره. ما هو دي غباوه، دي غباوه بالزياده. بحبك يا حمار، طب استنى ما تروح البيت عشان الحمار ما يزعلش. للاسف ده غباء شديد، والحكايه دي سمعتها قبل كده كذا مره وحصلت فعلا، بس مش سبب اغنيه بحبك يا حمار، سبب اغاني تانية برضه. الاء بتاكد بتقول سمعت واحده شغلت اغنيه بحبك يا حمار وطلقها، ده في تاكيد على الغباء ده. وردة حليم بتقول ابن عم العروسه راح يبارك، سلم على العريس وبس العروسه، العريس اتخانق معاها وباظت الجوازه. سوء تقدير، يا سوء تقدير يا قصد. بس معلش يعني مثلا البنت واقفه يا عيني بتسلم على ناس كتير، وانتوا عارفين العروسه دي اليوم ده بتسلم لغايه ما طبقه من وشها بتروح، يبقى الموضوع صعب جدا. طب هي بتسلم كده غفلها وحد راح بقى بسها من هنا ولا من هنا، تقوم تتخانق معاها هي؟ طب تتخانق مع اللي بس. في حركات بتبقى مقصوده في الافراح لتبويظ الافراح، حاولوا تعدوا على الناس الفرص دي. ما شاء الله انتوا عارفين الناس نفوسها بقت فله، ما تهزوش حد على فرحكم، انتوا عارفين نفسيته مش حلوه من ناحيتكم، تخربوش على نفسكم بنفسكم. حسين محمد بيقول العروسه ريحتها وحشه، العريس زعق لها واتخانقوا وساب الفرح. هو عنده حق وما عندوش حق، يعني هي لو عندها مشكله في النظافه انت كان المفروض تكون خدت بالك كذا مره قبل كده لما قابلتها، فكنت هتنوه او يعني تقول لها حاجه. لكن كون مثلا انت شميت ريحتها وحشه يوم فرح، انت عارفين ان العروسه دي بتخرج من الساعه كام من الكوافير الصبح، تروح الساعه كام وبتخرج الساعه كام، يمكن دون قصد نسيت تحط حاجه، فممكن تنبهها بشكل لطيف وتقولها لها عايزه تدخلي الحمام وتظبطي نفسك مش عارفه ايه. لكن تتخانق ليه؟ لان العيب هيبقى عليك انت لو دي عاده فيها وانت حسيت بالموضوع ده قبل كده وانت ما اتكلمتش، ان لاحظت ان هي عندها مشكله في النظافه وانت ما اتكلمتش، هتبقى مشكلتك. كل الاحوال انت ما عرفتش تهندل الامور صح. الغلط هنا على العريس مش على العروسه، ان لو دي عاده فيها كنت سبتها من قبل كده. لكن واضح طالما خدت بالك في الفرح يبقى دي حاجه مش معتاده، فممكن يكون حاجه غصب عنها، فنبهها بلطف. لكن انت كده خليتها طول عمرها العروسه اللي سابها وعريسها ومشي عشان ريحتها وحشه في الفرح، فدي غباوه. لميس بتقول اهل العريس والعروسه اتخانقوا على مين هياخد الجاتون المتبقي من القاعه، فشتموا بعض والجوازه اتفركشت. لا دول جعانين، العيلتين اهل العريس واهل العروسه جعانين. جاتوه مين اللي بتتخانقوا عليه؟ تفوز فرح بنتك ولا ابنك عشان شويه جاتوه؟ يا اغبياء صارفين في مبالغ قد كده في تجهيز وفرح وفي خلافه وبيتخانقوا على شويه جاتوه؟ ده اذا دل على شيء يدل على نتانه من الطرفين. ليه؟ جاتوه معمول بماء الذهب، ما هو جاتوه، ما شفتوش جاتوه قبل كده؟ دي عفانه وغباوه. ابو احمد بيقول عروسه بعد التصوير وبعد الزفاف اخوها رفض انها تركب جنب عريسها فطلقها قدام الاستوديو. يا ناس انتوا متربسين ازاي كده؟ هو ليه ما بقاش في حد كبير؟ ليه ما بيقول لك ايه كل واحد وليه كبير؟ ليه ما بقاش في ناس كبيره؟ يعني لما اخو العروسه يرفض ان العروسه تركب مع عريسها كان يجي ابوها ولا عمه يلطشه قلمين يقول له اقعد يلا بلا معيله وقله ادب. وفي نفس الوقت العريس بدل ما يحل الامر ويشوف كبير يكلمه يقوم مطلقها. الناس بقى خلقها ضيق، بتدمر حياتها على اتفه الاسباب علشان ما بقاش في حسن تقدير لاي موقف بنقع فيه ولا حسن تصرف. طالما ما فيش حسن تقدير للموقف يبقى اكيد ما فيش حسن تصرف. اسماء بتقول اهل العروسه اهلاويه واهل العريس زملكاويه، اخو العروسه الصغير اتخانق مع اخو العريس الصغير وكل واحد جاب التاني اخوه الكبير والاباء تدخلوا واتخانقوا. العريس اتخانق مع العروسه في الفرح وكان شبه فرح الباشا تلميذ اللي رشوا فيه ميه بالخرطوم. حبيبي انت وهو، هي النوادي اللي انتوا بتشجعوها دي بتصرف لكم مكافآت اخر الشهر؟ بتاخدوا حاجه من ارباح النادي؟ هل حد من اللعيبه بيقسمكم في مرتبه السنوي؟ ولا انتوا بتحرقوا قلبكم على الفاضي؟ الناس دي بتلعب كوره وتتبسط وتتهنى وانتوا بتمسكوا في بعض. صراحه هو الاهلاويه والزملكاويه المفروض ما يتجوزوش من بعض عشان يريحوا.
سلوى بتقول حكايه لم احضرها ولكني سمعتها، وهي فقره العصير، ومعروفه في الافراح ان العريس والعروسه كل واحد يشرب التاني العصير من ايده. فتقريبا العريس كان مرتبك فوقع العصير غصب عنه على فستان العروسه، فراحت قايله له انت حمار، راح هو قال لها انت طالق، وانتهى الفرح على كده. للاسف سمعت الحكايه دي قبل كده بتفاصيل مختلفه برضه، حد فيهم وقع حاجه على فستان التاني ولا على بدله التاني وشتموا بعض. دول مش مستحملين بعض من الفرح. يعني ايه فستانك اتوسخ؟ ده انتوا ليكوا العمر كله مع بعض بعد كده. هو انتوا ليه بيهمكم مظاهر الفرح اهم من فرحكم ببعض والجواز اصلا؟ لا بلاها احسن، لو يعملوا في بعض كده وهما لسه في الفرح بلاها جوازه احسن. احمد فقط العريس هو اللي مشي بسبب منع العروسه تتصور مع امه لانها مش من المستوى الاجتماعي. كويس ان هو مشي، هو كان المفروض يمشي من بدري. قلنا قبل كده الاختلاف في المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري والمادي وخلافه بيعمل مشاكل كبيره، ودي اول مشكله حصلت من الفرح. لما كانتش حصلت يوم الفرح كانت هتحصل يوم الصباحيه، كانت هتحصل بعديها باسبوع، كانت هتحصل. دي كانت مشكله مؤجله، كانت مصيرها هتحصل بشكل او باخر. جت في صوره، جت في اكله، جت في عزومه، جت في اي مكان جت فيه، بس كانت هتيجي. ورده بتقول مامه العريس ما كانش عاجبها حاجات العروسه في الجهاز وفركشت الحوار، وهي مامه العريس تفتح ليه دولاب العروسه تتفرج على حاجه العروسه. مش هنبطل العادات المهببه دي قله ادب. يعني ايه كل واحده تدخل تتجوز وما تلاقي اله الا الله تدخل تتفرج على حاجاتها؟ مين اللي قال ان ده الصح؟ مين اللي قال ان ده شيء يحترم؟ وام العريس ملهاش انها تبص في حاجه العروسه. لازم نبطل العادات المنيله ب60 نيله دي. هدير بتقول العريس قال انه مش متاكد انه عايز يكمل، ده ربنا جابها رحمه للبنت. مش احسن ما كان يتجوزها وبعد بعد اسبوع يطلقها؟ اهي قضى اهون من قضى. في كتير بيجوا عند قبل الجواز باسبوع ويحس انه مش قادر يكمل او هي مش قادره تكمل، وتخاف من اقاويل الناس ومن المصاريف ومن الدنيا اللي اتجابت وي واللي يخاف من اهله واللي يخاف ويقول لك شكلنا قدام الناس، ويكملوا بعد اسبوع و10 ايام وشهر يتطلقوا. لا كده خدها من بره ومن قصرها احسن. محمود بيقول فستان العروسه دي بتحصل كتير جدا، ودي غباوه برضو من الطرفين. لو انت شاكه ان خطيبك هيعلق على حاجه معينه في فستان الفرح فوريهوله من قبلها، لكن تفشكل جوازتك عشان فستان الفرح برضو دي غباوه من العريس. يعني غباوه من العريس والعروسه. انت المفروض لو شاكه توريهوله، وانت لو الفستان ما عجبكش عدي الليله، مش هتضيع عمر جاي عشان فستان. عماد بيقول ماما حكيت لي زمان انه عرسان جداد تعرفهم فركشوا بسبب مله السرير، اختلفوا مين يجيبها وكان فاضل على الفرح 28 ساعه، وانتوا قبل الفرح ب 28 ساعه ما كنتوش جبتوا مله للسرير. بجد انا شفت جوازات بتتفركش على حاجات غريبه. والله مره شفت اتفاقيه جواز وكانت قاعدين ورتبوا كل حاجه، وقفت على الغساله. مين اللي يجيب الغساله؟ تخيلوا جوازه نهايتها غساله، ودي جوازه نهايتها مولد سرير. هل احنا كده عايشين في بلد طبيعي وناس طبيعيين؟ انتوا سامعين اللي انتوا بتقولوه واللي بيحصل ما بيننا؟ الناس مخها ساح. ساندرا بتقول عروسه بعد الزفه لما طلعوا البيت اكتشف انها كلها اسفنج وفالصو، اقصد جسمها، وصدم وقال لها انت خدعتيني وطلقها. للاسف كان ينطرها شهر ياكلها ويبسطها، كانت هتنصح يعني، كانت هتملى، يعني كان يستناها شهر وكانت هتملى. طبعا ما هو شكله اتجوز على معايير شكليه ما، لما طلع ما لقاش زي ما هي زي ما هو عايز طلقها. ده راجل تافه. اي ست او راجل بيتجوزوا على حسب معايير الشكليه تافهين، وجوازاتهم ما بتكملش ولا بتمشي من الاخر. ودي كانت اغرب الاجابات اللي جات لي. وقولوا لي انتوا كمان ايه اغرب سبب سمعتوه لعريس او عروسه سابوا فرحهم ومشوا يوم الفرح. كانت معكم فيبي انور سيناريستيه، يومكم سعيد.